هذه مسيحية تنادي بأعلى صوتها: أين أنت يا محمد؟ ما قصة هذه المرأة؟ اسمع وصلي على الحبيب. في عام 1953 حدثت هذه القصة على أرض لبنان، والمناسبة كانوا يحتفلون بمولد سيد الأكوان سيدنا محمد، فكان من عادتهم ان هم بيضربوا نار فين؟ في الهواء. فجت طلقة طائشة في رأس فتاة أدت إلى النزيف في نص الراس. الفتاة دي منين؟ من عائلة مسيحية على أرض لبنان. جرت الأم وجرت العائلة على أكبر مستشفى في لبنان، واجتمع الأطباء، وكان هناك طبيبان أمريكان هنا، والبنت في غرفة العمليات. صرخت الأم وقالت: أين أنت يا محمد؟ أنت فين؟ أتباعك الذين يحتفلون بمولدك قتلوا ابنتي، أين أنت يا محمد؟ وإذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ استجابة للمسيحية، بل إكراما لسيد البشرية سيدنا محمد. طلعوا من غرفة العمليات يا مولانا، قالوا لها مش عارفين نعمل حاجة، النزيف وصل المخ. طب والحل؟ قالوا لها تعالي ودعيها، الحقيها. دخلت وكانت المفاجأة. قلت لك ما عندكش ثقة في الله، خلي عندك ثقة في الله رب العالمين. ساعة ما امها دخلت بتقدم رجل وترجع رجل، إذا بابنتها تصرخ وتقول لها بأعلى صوتها: يا أمي يا أمي امسكيه، لا تدعيه يخرج، اوعي تسيبيه يطلع، اقفلي الباب، امسكيه لا تدعيه يخرج. فاقتربت من ابنتها وقالت: ماذا تقصدين يا ابنتي؟ مين اللي بتقول امسكيه؟ مين اللي مش عايزه يخرج؟ قالت: محمد. محمد؟ من محمد؟ إنه محمد رسول الله، قد أتى الآن ووقف ووضع يده على رأسي، فتوقف النزيف وامتلأ الجرح. فقالت المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأسلم كل من في المستشفى لله رب العالمين، وشهدوا بالرسالة لسيد النبيين، بل دخلت العائلة في الإسلام. إذن نبينا محمد ما أعظمه، ما أنقاه، ما أصفاه، ما أجمله. لا بد لنا أن نعلم شبابنا سيرته العطرة.